عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حبيباتي، مساء الخير، صباح الخير، وقت ما راح تشوفوا هذا الفيديو ان شاء الله تكونوا بخير. عندنا اليوم بسبوسة سهلة خلاص بعظمة واحدة. عندنا معاها نص كاس سكر، نص كاس زيت، ونص كاس حليب، وايضا عطر الفانيليا وخميرة الحلوى. وعندنا تاني كاس وثلاث ملاعق تاع سميد رطب كما استعملته انايا لهنا. ما تخافوش منه، راح يجي رائع، يعني بهذه الطريقه راح تجي رائعه. انتوما عينيكم خليهم على الفيديو وخليو ودنيكم معايا واسمعوني واش راح نحكي لكم. يحكيو على زوج محابيس محكوم عليهم بالاعدام، وكان الحكم راح يتنفذ بعد شهر. كان واحد منهم انسان يائس وقعد في زاويه الزنزانه ويبكي ويستنى غير في النهار تاع الحكم وقت راح يتنفذ وخلاص. والراجل الاخر كان ذكي، كان يحوس على حل ويخمم كيفاه يمنع روحه من الحكم وكيفاه يمد روحه الفرصه. بقى مده وهو يتبع في الحاكم من شباك الزنزانه ويلاحظ في تصرفات السلطان. وبعدها اكتشف انه هذاك السلطان كان مهووس بالاحصنه وكان يحب بزاف الفرس تاعو. من بعد فكر وخمم كيفاه راح يخدم هذه الفكره في حاجه تمنعه، وجاتو هذيك الفكره في هذيك اللحظه. عيط للسجان وقال له نحتاج باه نتلاقى مع السلطان في اسرع وقت ممكن، راني عندي حاجه راح نحكيها له لازم يسمعني فيها. اقبل هذاك السلطان وعيط له باش يتلاقى معاه. وكي راح عنده قال له يا سيدي السلطان، قال له راح نقول لك على حاجه وقول لي نتايا واعطيني رايك. قال له على بالك بلي انايا نقدر نخلي الفرس تاعك تطير؟ هذاك السلطان استعجب وعجباته الفكره، هو راح يولي صاحب اول صاحب لفرس الطير. وعجباته الفكره وبقى يخمم فيها. وبعد هو السلطان قال له علاش لا انا نعطيه الفرصه ونشوفه. قال له اعطيني فرصه تاع عام، وانا نعتلك باللي نقدر نخلي الفرس تاعك الطير. بعد ما وافق السلطان رجع هذاك المسجون لعند صاحبه في الزنزانه وحكى له الحكايه. صاحبه قال له يا وحد المهبول، انت كيفاه درت روحك كيما هكا، غرقت روحك كيما هكا، وبعد بعد عام انت راح تقدر تطير الفرس؟ قال له انا ما يهمنيش، انا المهم عطيت روحي 4 فرص. قال له قادر يموت الملك وقادر نموت انايا، وهكا يكون ليا اشرف اني نموت. شنقل نموت موت ربي خير من نموت وانايا محكوم بالاعدام. قال له وقادر ثاني يموت الحصان، وهكا نتهناو، واحتمال اني نقدر نطير الفرس. هنا يا حبيباتي راح نتعلموا حاجه، انه كي جينا المشكل ما نيأسوش، ما نحبسوش عند حل واحد ونقولوا هذاك هو أداة النجاة تاعنا. لا نخمو في حلول، بل عشرات الحلول، لأن حتما الحل واحد كاين حل من عشرات الحلول اللي حوسنا عليه راح يكون هو سبب نجاتنا. ما نيأسوش ونجربوا، بدل الحل نجربوا 10، وإن شاء الله يا ربي ما يجيب لنا اللي يأسنا من حياتنا. وهنا نرجعوا للبسبوسه تاعنا اللي ديجا وجدت، خفيفه مليحه وتعليه ليه. وكما تشوفوا انا المول تاعي اللي هنا دهنته بالزيت وحطيته. المول تاعي صغير ما شاء الله. انا نحب هادو اللي مول النوعيه الصغيره هادو نتحكم فيهم كما نحب. الحجم تاعهم ما يديش بزاف البيض في اي سواء كان في الماكله الحلوه ولا في المالحه. بعد ما طيبتها ما سقيتهاش بالشربات، فضلت اني نسقيها بالعصير طبيعي خدمته في الدار. ودرت لها غير 3 ملاعق برك، خاطر هي خفيفه يعني فريمون خفيفه من داخل، ما تستاهلش اصلا باه تتشرب بزاف. وراح نزيد لها انايا صوص الشوكولاته، على ذلك ما حبيتش نكثر لها بزاف السقايه باه ما تجيش حلوه بزاف. دوكا هذا وقتها تصلح لوليداتكم كي يروحوا من الامتحانات يحبوا حاجه حلوه يشربوا بها الحليب.
صوص الشوكولاته هذه، ذوبت فنجان تاع زيت، 100 غرام تاع شوكولاته شوكودادا، وقطعه صغيره تاع الزبده باه تبقى هذيك اللمعان فيها. وبعد ما ذوبتها خليتها بردت، ومن بعد راح نحطها فوق القطع تاع البسبوسه تاعي اللي درتها. بعد ما قطعت البسبوسه طبعا خليتها تبرد مليحه باه نقدر نقطعها، خاطر خفيفه خفيفه، كون نقطعها وهي سخونه راح تفسد كامل. وصبيت فوقها اللمسه الاخيره تاع الشوكولاته، اعطتها مذاق رائع. شوكولاته نعرفوها بنينه، يعني مذاق رائع عطاتها، وتستمتعنا بها. وان شاء الله حبيباتي تستمتعوا بها نتوما تاني، ان شاء الله تجربوها. اعطوني رايكم في الوصفه، واعطوني رايكم في الحكايه، ودمتم سالمين.